في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. شخص اسمه مايكل بيجري وفي مجموعة أفراد بيطاردوه، بيخبط على الأبواب بيستغيث بالناس لكن محدش بيفتح. بيركب عربة صغيرة وبيهرب بيها وبيستمروا في مطاردته. بتنقلب بيه العربية وبيقع بشدة على سيارة تانية وبيموت. بيحضر الشرطي ألان أخوه التوأم مراسم دفنه وبيحقق في ملابسات مقتله، وبيروح الفندق اللي كان بيقيم فيه مايكل هو وأحد الضباط الفرنسيين، وبتعتقد مديرة الفندق إنه مايكل أخوه التوأم عشان الشبه الشديد، وبيسألها في حد سأل عليه وبتقوله في شخص سأل عليه وبتديله اسمه، وبيلاقيه محامي مايكل. وبيصعدوا غرفة مايكل وبيفتشوها وبيشوفوا جواز سفره. بيقابل أمهم وبتبكي بشدة عشان مايكل، وبيواسيها ألان وبيسألها عن المحامي اللي حاول يوصل ويحقق في مقتل مايكل، وبيقول لها إنه تم قتله قبل ما يوصل لهم. وبيقول له صديقه ضابط الشرطة الفرنسي يحاول ينسى قصة مايكل، لكنه بيقول له إنه لازم يعرف مين اللي قتله. وبيوصلوا لمكتب المحامي، وأثناء صعودهم بيشوفوا شخص روسي نازل من الأسانسير وبينظر لهم باهتمام. ولما بيوصلوا المكتب بيشوفوا دخان كتير وواضح إن الشخص الروسي أشعله، وبيحاولوا ينقذوا الناس اللي جوه. وبيساعد ألان السكرتيرة وبتديله ورقة مهمة المحامي قال لها تخفيها قبل ما يختلوه. وأثناء خروجهم بيرجع الشخص الروسي تاني وبيهاجم ألان وبيحاول يدفعه من الشباك، لكن ألان بيتعلق بطرفة الشباك وبيركله ركلة قوية، وبيدخل وبيهاجمه وبيساعد السكرتيرة وبيخرجها من المكان. وبيقول له صديقه الضابط الفرنسي إن الشخص الروسي هو اللي قتل المحامي وأشعل النار في مكتبه، وبيقول له إنه سافر لأمريكا. وبيعرف من جواز سفر مايكل إنه كان هيسافر لأمريكا هو كمان، وبيقرر يروح هناك لنيويورك. وبيركب الطيارة وبيصل لنيويورك، وبيطلب يروح لمكان بنت اسمها أليكس كانت صديقة مايكل. وبيوصل للشارع اللي بتقيم فيه في نيويورك، وبيسأل امرأة من الشباك على عنوانها لكنها بتقفل الشباك. وبيسأل أحد الأشخاص لكنه بيتشاكل معاه، وبيجي واحد وبينادي عليه وبيعتقد إنه مايكل وبيقول له إنه أخوه، وبينصحه يرجع لفرنسا لأن ممكن يتعرض لمشاكل كتير بسبب شبهه بأخوه مايكل. وبيسأله عن الشخص الروسي وبيقول له معرفش حد بالاسم ده، وبيعرف منه مكان أليكس وبيروح لها في مالها ليلي. وأول ما بيشوفوا شخص بيتصل بالتليفون وبيبلغ عن مكان وجوده. بيقدم له البارمان المشروب على إنه مايكل، وبيقابل أليكس وبتقول له إزاي تيجي هنا، وبتديله مفتاح لغرفة في فندق وبتقول له روح هناك وهجيلك بعدين عشان ما ينفعش نمشي مع بعض أمام رجال العصابة. وبتخرجه من باب خلفي، ولما بيخرج بيلاقي أفراد العصابة بيهاجموه وبيقولوا له تعالى يا مايكل عشان إيفان عاوز يكلمك. وبيهاجموا شخص وبيضربه، وبيحاول آخر يطعنه بسكينة وبيكسر دراعه وبيهاجمهم. وبيخاف آخر واحد فيهم وبيجري، وبيجي سواق التاكسي وبيقول له يوديه لعنوان الفندق اللي اديته أليكس مفتاح غرفة فيه. وبيوصل للفندق وبيطلب يقيم في غرفة مجاورة للغرفة اللي مفتاحها معاه. وبيوصل إيفان ورجاله للملهى الليلي وبيهاجموا الشخص اللي اتصل بيهم عشان فشل في احتجاز ألان لحد ما يجوا. وبيشاور له على أليكس وبيقول له إن مايكل كان معاها، وبيقول لها أنت هربتيه، وبتقول له لأ، وبيهددها إنه هيأذيها لو بتكذب عليه. وبينتظرها ألان في الغرفة، وبتيجي وبيبص وراها عشان يطمن إن مفيش حد بيراقبها. وبتقول له إن إيفان وصل بعد ما مشي وسألوا عليها، وبتكلموا على إنه مايكل، وبيقول لها إنه مش مايكل وإن مايكل مات. لكن بيوصل إيفان ورجاله وبيقتحموا الغرفة الأخرى اللي نزل فيها ألان، وبيشوفهم من عدسة الباب. وبينزل إيفان في غضب وبيهدد موظف الاستقبال وبيقول له مفيش حد في الغرفة، وبيقول له يشوف الغرفة الأخرى اللي أمامها. وبيصعدوا بسرعة لكن بيكون ألان وأليكس هربوا لسطح الفندق، وبيصعدوا لهم وبيشوفوهم
وبيطلقوا عليهم الرصاص، وبينزلوا للملهى الليلي وبيدخلوا وراهم، وبيطلقوا عليهم الرصاص وبيخرجوا بسرعة، وبينتظرهم سواق التاكسي وبيطلقوا عليهم الرصاص من السيارة، وبيتصاب سواق التاكسي بالرصاص وبيموت، وبيختبئوا في حانة. وبيعرف ألان من أليكس إنها كانت بتحب مايكل، وإن مايكل كان مخطط للهروب من المافيا الروسية اللي كان بيعمل معاهم. وبياخد 2 من عملاء المخابرات الفاسدين بيانات ألان، وبيقول لهم رئيسهم إنه أخو مايكل، وإنهم لازم يمنعوه قبل ما يوصل للخزنة اللي تركها مايكل. وبيطلب إيفان من ديمتري زعيم المافيا الروسية يديله تفويض أكتر عشان يعثر على مايكل. وبيغضب ديمتري وبيقول له أنت مقيد بالأوامر اللي بديها لك، وبيقول له هات لي مايكل وأنا هتفاهم معاه. وواضح إنهم مختلفين في الرأي. وبتاخد أليكس ألان لمكان بعيد عشان يختبئوا من المافيا الروسية، وبيسألها ألان هو مايكل عمل إيه عشان المافيا الروسية تطارده بالشكل ده. وبتقول له مايكل كان معاه أوراق مهمة بالدين ديمتري، والمخابرات الأمريكية كانوا بيطاردوه عشان يبقى معاهم دليل على ديمتري. وبيصحوا تاني يوم بيلاقوا رجال المخابرات الأمريكية بيصحوهم، وبيقولوا له ما تخافش إحنا عارفين إنك مش مايكل. وبيقولوا له مايكل كان بيعمل معانا، وإنه كان معاه ورق بيدين المافيا الروسية، وعاوزينك تروح البنك وتسحبه على إنك مايكل. ولما بيتحرك ألان وبيفكر بيلاقي الشخص الآخر بيقف أمامه وبيظهر له سلاحه، وبيقول لهم ألان انتوا ما قدرتوش تحموا أخويا لما مات، ومش هتقدروا تحموني. وبيحاولوا يهاجموهم لكنه بيهاجمهم وبيأيدهم بالكلبشات اللي كانت معاهم، وبيخرجوا من المكان. وبتستغرب أليكس من أفعال المخابرات، وبيقول لها ألان إن المافيا الروسية ما قتلوش مايكل لأنهم ما يعرفوش إنه مات، أما المخابرات الأمريكية فعارفين إنه مات، ومعنى كده إنهم هما اللي اغتالوه. وبيقرر ألان يروح لديمتري زعيمهم عشان يتفاهم معاه. وبتنتظره أليكس في السيارة، وبيرفع واحد منهم بالمسدس وبيدخل لديمتري وبيصوب على إيفان، وبيقول له ديمتري ينزل سلاحه وإنه في أمان. وبياخده يتكلم معاه، وبيعرفه إن مايكل كان هيجيب له الأوراق اللي بتدينه وبيطلب منه يجيبها له، لكن بيجي شخص فجأة وبيطعنه وبيهاجمه ألان. وبيقتل إيفان كل حرس ديمتري، وبيقضي على ديمتري عشان يتولى منصب رئاسة المافيا مكانه لأنه شايف إن قراراته غير سليمة. وبيهاجم الشخص الروسي القوي ألان وبيهاجمه، وبيخرج إيفان ورجاله وبيطلقوا النار على ألان، وبيهرب للشارع وبيطردوه وبيطلقوا عليه الرصاص. بينزل لمحطة المترو وبينزلوا وراه، وبيقفز أمام القطار عشان يهرب منهم، وبيسبح بين قطارين، وبيقع تحت في الشارع فوق سيارة شرطة وبيقبضوا عليه. وإيفان بيراقب اللي بيحصل. وبيروح إيفان تاني يوم لعملاء المخابرات وبيطلب منهم يروحوا لألان في السجن ويقولوا له إنه لازم يسلمهم الأوراق اللي شالها مايكل في البنك. وبيخرجوه من السجن وبيسافروا في الليل لمكان البنك اللي فيه الأوراق. وبتسأل أليكس ألان هيعمل إيه معاهم، وبيقول لها لسه مش عارف. وفي الصباح بيروحوا البنك، وبيشوف إيفان في انتظاره أمام البنك، وبيرحب موظف البنك بألان بيعتقد إنه مايكل، وبيرفض يدخل معاه أي شخص للخزنة. وبيحضروا الصندوق اللي شايله مايكل، وبيجيبوا صندوق آخر وبيقول له إنه باسم ألان. بيفتحوا بيلاقي فيه جهاز تسجيل وفلوس. بيشغل ألان التسجيل اللي بصوت مايكل، وبيقول له مايكل إنه كان نفسه يشوفه لكنه كان بيحاول يتخلص من المافيا ومن مطاردتهم. وبيتأثر ألان بكلامه بشدة، وبيقول له مايكل يرسل الصندوق اللي فيه الأوراق للسفارة الأمريكية، وبيدي الصندوق لموظف البنك عشان يرسله للسفارة الأمريكية. وبيلزق سيجارة بقطعة لبان على جهاز إنذار الحريق، وبيخرج وبيلاقي الموظف اتقتل. وبيجري عشان يسترد الأوراق منهم، وبيهاجموا شخص روسي قوي في الأسانسير، وبيحاول الروسي يقتله وبيقاومه بشدة وبيكتفه وبيشل حركته، لكن ألان بيغرز سكينة على الأرض في رجله، وبيصرخ وبيحاول ألان يتخلص منه وبيطعنه بالسكينة. بيتفتح الأسانسير وبيلاقوا ألان يتخلص منه، وبياخد المخابرات أليكس وبيخرجوا. وبتحاول الشرطة التحقق من شخصيتهم، لكن إيفان بيصوب على الشرطي اللي معاهم
وبيوريهم هويته وبيتركوهم. وبيؤمر إيفان السواق يهرب بالسيارة بسرعة، وبيطلق السواق الرشاش على الشرطة، وبيصوب عليه ألان المحترف في النشان وبيموته. وبيحاول إيفان يهرب، لكن ألان بيطلق الرصاص على عجل سيارتهم وبتنقلب بيهم. وبيروح ألان عشان يطلع زميله، وبيهدده إيفان وبيقوله طلعه هو الأول، لكن بيهاجمه زميله وبيهاجمه ألان، وبينقذ زميله وبتنفجر السيارة بإيفان ورجاله. وبيقول له زميله إنهم خدوا أليكس وراحوا في الاتجاه ده، وبيجري ألان عشان يوصل لهم والسيارات بتصدمه. وبيركب سيارة وبيطاردهم، ولما بيوصل لهم بيطلقوا عليه الرصاص، وبتصدم سيارته الموتوسيكل وبينفجر. وبيدخلوا بسيارتهم وراه داخل مجزر، وبيطلقوا عليه الرصاص وهو داخل السيارة، وبسبب مهارته الكبيرة في النشان بيصيب واحد منهم. وبيهددوا الشخص الآخر إنه هيقتل أليكس، وبيطلب منه يسلمه الفلوس اللي تركها مايكل له، وإما هيقتل أليكس. لكن ألان بيقفز فوقه وبيوقعه، لكنه بيمسك منشار كهربائي وبيهاجمه بيه. وبيحاول ألان يتفاداه، وبيتعلق في خطاف اللحوم وبيصوب عليه وبيموته. وبيقابل ألان صديقه الشرطي، وبيبلغ ألان إن الشرطة اعتقلت كل أفراد المافيا الروسية بعد ما تسلموا الأوراق اللي تركها مايكل. وبيتمشى ألان مع أليكس، وبيسألها عن رأيها في مايكل بصراحة بدون كذب أو مجاملة، وبيسألها كان كويس ولا لأ، وبتقوله إنه كان زيك شخص طيب ومخلص وأمين. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.